السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في اتم صحة واحسن حال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. النهارده ان شاء الله نعمل فيديو جديد، فيديو جميل. النهارده طبعا صيام النص من شعبان ان شاء الله. ربنا يتقبل مننا ومنكم يا رب صالح الاعمال باذن الله. النهارده ان شاء الله كده قلت اعمل حاجة جديدة، فأكلة حلوة جدا وسهلة جدا وخفيفة جدا، والناس كلها بتحبها، تنفع حلو تنفع حادق. يلا بينا نشوف هنعمل ايه النهارده. ان شاء الله النهارده هنعمل المخروطة معاكم بطريقة سهلة جدا وبسيطة ومفيهاش اي حاجة. هما شوية دقيق وشوية مية وشوية ملح، هيبقى المخروطة عندك جاهزة. انا هنا حضرت 2 كيلو من الدقيق، وحطيت عليهم بالظبط 5 كوبايات مية كبار، وكمان حطيت معلقة كبيرة من الملح، معلقة الأكل. بدأت أعجن فيها بقى كويس جدا. طبعا ممكن تختلف كمية المية من دقيق للتاني، لأن في دقيق بيشرب وفي دقيق بيتظبط يعني مع كمية السوائل اللي انت بتحطيها. فانتي المهم ان انتي تعملي العجينة ناشفة، ما تعملهاش خفيفة، ما تعملهاش يعني طرية جدا او سايحة. لازم العجينة معاكي تكون بتتعجن بالعافية. سوري انا عندي بقى برد وتعبانة جدا فاعذريني اليوم. بدأنا كده نعجن في العجينة واحدة واحدة، وما تحطيش المية كلها مرة واحدة، لا تحطي على مراحل، وتبدأي كده تلتي فيها وتعجني فيها كويس جدا جدا، مش أقل من 10 دقايق ربع ساعة عجن. بس لازم العجينة معاكي تكون ناشفة، وتكون يعني جامدة قوي في الفرد وانتي بتفرديها، عشان خاطر ما تسحش منك آه وتنشف بسرعة وتعرف تنزل في المكنة. بس زي ما انتوا شايفين كده، الأول دخلت ايد واحدة، بعد كده دلوقتي دخلت الايدين لما لقيتها بتلم نفسها، عشان خاطر ما تلزقش في ايدي. العجينة الحمد لله مش بتلزق ولا حاجة، زي الفل. تقدروا تعجنوا فيها كده حبايبي زي ما انتوا شايفين. تلتي في العجينة كويس. بصوا العجينة بتتعجن معايا بالعافية يعني. بس كده خلاص كورتها ولميتها اهو زي ما انتوا شايفين. هسيبها بقى ترتاح نص ساعة. في ناس تشتغل عليها على طول، بس الأحسن ان انتي تريحيها نص ساعة عشان خاطر تتفرد معاكي. ودلوقتي بقى قلنا نعمل الغدا بتاعنا. جبنا كده لحمة، ولحمة كده بلدي، وجبنا بقى خضار فريش، بسلة على جزر على بطاطس. قلنا بقى نعمل طبق بسلة حلو كده محترم، و وشوية لحمة كده ورز، وشوية شوربة بقى مع المخروطة، بتبقى حلوة جدا جدا جدا. قطعت بصل، حطيت معلقة سمنة بلدي كبيرة كده وشوية زيت، حطيت البهارات بتاعتي ملح وفلفل وكزبرة وكمون وهيل مطحون. حطيتهم بقى على النار، اصفرت معايا، نزلت بالطماطم زي ما انتوا شايفين وفصين الثوم. ودلوقتي حضرت حلة البواخ وبدأت أشتغل في عجينة المخروطة. العجينة هي طارت معايا وبقت زي الفل. هبدأ بقى كده ايه ألمها عشان خاطر أقطعها. لازم نحط عليها كمية دقيق كويسة واحنا بنقطعها علشان خاطر ما تلزقش معاكي. حط كده شوية الدقيق، وافضل كده اقطع شوية بشوية. هنقطعهم كلهم قطع صغيرة كده زي ما انتوا شايفين، وهنسيبها على جنب علشان خاطر ما نعملش بقى ايه ناخدش وقت يعني في التقطيع والفرد. فردتهم على دقيقة اهو زي ما انتوا شايفين. دلوقتي بقى هنبدأ ان احنا نفرد العجينة. شوية دقيق كويسين محترمين يعني كده، حطي فيهم العجينة، تفضلي ان انتي تبططي فيها كويس. عندك مجري بقى تاخديها وتشتغلي بيها.
عشان خاطر ما تبقاش تقيلة على المكنة، لازم تفرديها بايدك شوية حلوين. ودلوقتي بدأت انزلها في المكنة اللي هي فرد العيش اهو زي ما انتوا شايفين. بصوا فردتها، لازم اهم حاجة انها بصي ايديكي تكون باينة من تحت منها. عملت بقى الكمية بتاعتي كلها اهو زي ما انتوا شايفين، واخدت كده آه، ملايات فرشتها على الارض، وبدأت كده ان انا انشر العجين بتاعي اهو زي ما انتوا شايفين. بسم الله ما شاء الله، كانت الكمية حلوة قوي. 2 كيلو دي عملوا كمية حلوة جدا. شغلت هنا عليهم المروحة عشان خاطر ما كانش فيه اي منافذ تهوية. بصوا بقى نازلة سلوك ازاي، وبدأت بقى ان انا اخرطها من الناحية التانية. شايفين بصوا نازلة سلوك بسم الله ما شاء الله، مش واحدة لازقة في التانية. بعد ما خلصت الكمية كلها بدأت بقى ان انا انفض العجين بتاعي. حطيته في مصفى، لازم انفضه كويس قوي. وهنا حلة البواخ بدأت تطلع البخار بتاعها. اول ما تلاقيها طلعت البخار بتاعها كويس قوي كده، تبدأي كده ان انتي تحطي العجين بتاعك بالراحة وتفرطيه. ما تحطوش كله مرة واحدة، لا تفرطيه كده وتبني فراغات. وغطيته من فوق كده برضو بحتة قماشة الأول، وبعد كده نزلت عليهم بالغطا زي ما انتوا شايفين اهو. البواخ بتاعي بسم الله ما شاء الله اشتغل اهو، والقدوسية استوت بالظبط. اخدت معايا لما تحطي القدوسية بحط كمية وبعد كده برجع احط كمية تانية عليها، مش بقلبها او اي حاجة غير لما تعدي نص ساعة من التوبيخة الكاملة. قلبتها بقى كويس جدا، وبعد ما استوت وحسيت ان اللون بتاعها غير، رحت عملتها طلعتها بره عشان هوبخها للطريقة التانية. مش قادرة اقول لكم الطريقة دي لما تلاقيها ناشفة معاكي هتبقى زبدة ازاي، زبدة زبدة زبدة، غير انت تضيفي سمنة بس لا. انا جبت نص كيلو من اللبن. اللبن بقى بقشطته عادي خالص، وحطيته كده على آه، القدوسية بتاعتي. ومسكت كده السمنة البلدي بقى، ريحتها بسم الله ما شاء الله، يعني كانت تحفة 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 يعني. 2 كيلو دي دول اخدوا معايا نص كيلو من السمنة البلدي، نص كيلو كامل. بدأت كده واحدة واحدة كده اللبن كده بالسمنة كده اهو، يعني افرد بقى العجين بيه اهو زي ما انتوا شايفين. ده نص الكمية بس. النص التاني بقى قلت هحطه كده عشان خاطر ما تتدربكش كلها على بعضها، فعملته لوحده. بصوا بقى بسم الله ما شاء الله، مش قادرة اقول لكم الريحة والجمال. بصوا بقى، ولا في واحدة لازقة في التانية ولا اي حاجة، ونازلة سلوك بسم الله ما شاء الله، ولا مدربكة في بعضها ولا اي حاجة اهو زي ما انتوا شايفين كده. نازلة سلوك طويلة وبسم الله ما شاء الله، ان احنا رديناها مرتين. كانت قمة في الجمال. شوية عسل بقى، شوية لبن بالسكر. مستنياكم في لايك وشير وسبسكرايب. بحبكم جدا في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.